وقد كانت بديلا ناجحا بالنسبة للسائقين الذين اختاروا طريقا للهروب من الزحامات التي لازمت الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المحافظة خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. الطرق تلك أضافت مسؤولية جديدة على القوات الأمنية التي قامت بمهامها على أكمل وجه من أجل تفتيش المركبات ومنع تسلل الإرهابيين عبرها. الطرق الزراعية وطرق الأطراف ترتفع أسهمها في البورصة بعد زيادة الطلب عليها من قبل السائقين المتوجهين إلى كربلاء والهاربين من الاختناقات المرورية بعد أن غصت الشوارع الرئيسة بالزائرين السائرين على الأقدام. هذه الطرق قصدتها وفود الزائرين الأجانب والشاحنات وغيرها بعد أن وضع فيها الأهالي لوحات للدلالة ووفروا وجبات للطعام والخدمات الصحية من خلال انتشار المواكب الحسينية، سيما أنها تشكل ممرات مختصرة من محافظات الفرات الأوسط وإليها. طريق الزراعي كله زين من ناحية الأمن ماكو زحامات. ايوه نفسه بس التبييض مو شيء مانع. طبيعة هذه الطرق تفرض على الأجهزة الأمنية وضع خطط خاصة بها وانتشارا عموديا وأفقيا للعناصر الأمنية مع دوريات جوالة ومراقبة جوية لمنع أي خرق أمني. هذه الجهود رغم ضخامتها إلا أن نسبة 75% من نجاحها يعتمد على الإسناد الشعبي من قبل المواطنين ومجالس الإسناد والصحوات بحسب القادة العسكريين الذي عدوا هذا الانتشار في مناطق الأطراف مكملا لخطة حماية الزوار في المدن والطرق الرئيسة. الطرق الزراعية هي طرق مفتوحة، الاستطلاع الجوي بالإضافة إلى الانتشار للقطاعات وتنفيذ ضربات استباقية في هذه المنطقة، بالرغم أنه لا توجد أهداف تستحق الانتشار الواسع، ولكن لتأمين الخطة بشكل جيد انتشرنا هذا الانتشار لتأمين الزيارة. العنصر الاستخباري واليقظة والحيطة اللي تمتع بها القوات الأمنية هذا يمثل 25%، ال 75% نعتمد بها على العشائر اللي موجودة في هذه المنطقة وأبناء الصحوات ووجهاء المنطقة. حقيقة هذا يمثل كنز من المعلومات الاستخبارية. عدم الاستخدام المستمر لهذه الطرق جعلها عرضة للإهمال فضلا عن افتقارها للعديد من المتطلبات كمحطات الوقود ومحطات الاستراحة وإصابتها بالتكسرات التي تسببت في العديد من الحوادث المرورية، إضافة إلى عدم تزويدها بالإنارة الليلية المزودة بها الشوارع المجاورة وعدم شمولها بحملات الإعمار. أعضاء مجلس المحافظة عزوا ذلك إلى سوء الإدارة والفساد الإداري في المؤسسات الخدمية. حقيقة نفتقر إلى الخدمات اللي موجودة من خلال المطاعم ومن خلال محطات الوقود، من خلال أيضا إكساء الطريق الرئيسي لأن سبب لنا أكثر من تقريبا حوالي 15 حادث. احتياجاتنا أولا احنا نفتقر إلى المستشفى خلال إكساء الطرق ومن خلال إنه صرف يعني إجازات لموضوع محطات الوقود.